مرحبا أحبابي الغالين متابعيني الكرام. واليوم حبيت أسوي صينية بطاطس بالفرن بالدجاج والبصل الأخضر، هذا بعنق خضر طوال يصحوا عندنا براسة بتركيا. المهم هذا دبس الرمان خليته عليه، قطعت البطاطا حلقات، وهم خليت راسين بصل هذا الحار، وهذاك البعنق خضر هم قطعته ويا الثوم. أكيد كلكم تعرفوها صينية البطاطا ويا البهارات كاري فلفل أسود شوية نعناع. هاي دخلناها للفرن، شوفوا جمالها ما شاء الله. ها وخليت شوية معجون ملعقة وملعقتين دبس فليفلة، أي هذا الأحمر بس مو حار. هاي طلعتها من الفرن، وهذا البصل اللي قلت لكم عليه كلش طيب، هذا يصحوا له براسة. وهاي مخلل خيار وزيتون، وطبخت هم برغل، شوفوا ما شاء الله شلون مفلفل، برغل خشن. طبعا هاي الطريقة كلش طيبة. نحمس راس بصل بالزيت، والبرغل المغسول نذب عليه شوية كمون، شوية فلفل أسود، وشوية مي، وواحد ماجي. وشوفوا شلون تطلع ريحتها تجنن، بس لا تكثرون المي، مي مغلي ونصوها وشلون تطلع. وهاي داصب صحني ما شاء الله. هذا الفخذ، طبعا أنا أحب هذه القسم من الدجاجة، ما أحب الصدر يصير ناشف. هاي الحمد لله والشكر طلعت شلونها تجنن، حتى العيلة كيفوا بيها وحبوها. كلنا نحبها هاي الطريقة، هي أي أكلة بيها بطاطا طيبة. والحمد لله نحمد الله ونشكره على هالنعمة الفضيلة اللي أطعمنا وأسقانا. الله يزيد النعم علينا وعليكم أحبابي. هاي الطريقة أرجو أن عجبتكم، واحد ينوع. ألف عافية، مع السلامة، باي باي.